السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في كل مكان. عاوز تتعلم انجليش ولسه بادئ في الأول. مهارة أساسية لازم تدخلها معاك هي مهارة تعلم الكلمات الإنجليزية. طب علشان نتكلم إنجليزي صح ونزود معرفتنا بالكلمات الإنجليزية، ما ينفعش أتعلم كلمة لوحدها، لازم أتعلم كلمة داخل سياق، ده حاجة. ولازم أتعلم كلمة او مجموعه كلمات مع بعضها اسمها كولوكيشنز او متلازمات لفظيه. زي مثلا بحر غريق، مطر، خطر المطر، مطر غزير، heavy rain، fast food، وهكذا. تعالوا نبدأ مع بعض، ولو لسه بادئ في الأول تتعلم إنجليش، يلا هنبدأ مع بعض أول محاضرة في تعلم الكلمات في اللغة الإنجليزية، المستوى الأول. Talking about language، التحدث عن اللغة. تعالوا نشوف الأول مفردات لازم أعرفها علشان أتعلم إنجليش بكل سهولة. طبعا دي كلها basics، أساسيات، مش اسمها basics. language words، كلمات اللغة. يقول لي this book uses some grammar words in English. هذا الكتاب يستخدم بعض كلمات القواعد. علشان أتعلم أي لغة في الدنيا لازم أعرف كلمات القواعد. زي في العربي مثلا لازم أعرف جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة، مبتدأ، خبر، وهكذا. تعالوا نشوف في الإنجليش عندنا في اللغة الإنجليزية. تعالوا نشوف الكلمات المستخدمة. عندنا كلمة الجرامر وورد، كلمة في القواعد عندنا اسمها noun. يبقى كلمة noun دي كلمة خاصة بالقواعد. كلمة verb خاصة بالقواعد. adjective صفة خاصة بالقواعد بس. ماشي؟ تمام. طب ايه المقابل لكلمة name؟ كلمة noun اسم في القواعد، يعني كلمة noun دي اسم في القواعد. طب كلمة اسم لما بستخدمها في اللغة بقى، عايز اقول لواحد ما اسمك، مش هقول له what's your noun، هقول له what's your name. يبقى عندي كلمة name دي كلمة مستخدمة، دي كلمة مستخدمة في اللغة. لكن لما باجي أتكلم عن أساسيات قواعد في لغة معينة أو في الإنجليزي بالذات هستخدم كلمة noun. إشارة، إشارة يعني إيه noun؟ هي دي إشارة، كلمة بتشير ل a person or thing. a person or thing بتشير لشيء، لإنسان أو شيء. ما هو الاسم؟ هو إنسان أو شيء، مش حاجة بتتعمل. زي مثلا example، طبعا هنا meaning المعنى، example مثال، وطبعا حرف الاكس نقطة إيه؟ جيم وزين، example. تمام؟ أو example. تمام؟ بريطاني وأمريكي. الاسم هو إنسان أو شيء، زي كلمة book كتاب، girl بنت، pen قلم، دي كلها أسماء مش أفعال ولا صفات. طب تاني مكون عندي اسمه verb، فعل. إيه هو الفعل؟ هو something we do، شيء ما نقوم به، الحاجة اللي بعملها. زي كلمة do يفعل، أنا عمال أعمل الواجب بتاعي. تمام؟ زي كلمة read يقرأ، أنا عمال أقرأ أهو. زي كلمة write يكتب. تمام كده؟ ومعظمها action verbs، حاجات عمال أعملها فيها action. تالت مكون لازم أعرفه عشان أتعلم لغة صح، adjective، الصفة. إيه هي الصفة؟ هي كلمة describes، تصف a person، شخص، or thing، بتصف شخص أو شيء أهو. يبقى الصفة متعلقة بمين؟ بتزود معنى لمين؟ للناون، للاسم بتاعي. يبقى الصفة الادجكتيف هتزود معنى لناون، هتصف الإنسان أو الشيء. زي مثلا كلمة good، أقول a good person أو a good thing، شيء جيد. bad سيء. happy سعيد. long طويل. عندي بعد كده adverb، هتلاحظ ان بتتكون من كلمه verb، فعل اهو. يبقى كده الكلمه دي ده معناها ظرف او حال، والاثنين متعلقين بمين؟ بالفعل بتاعي. في الحاله دي الادفيرب describes a verb، بيصف فعل. يعني ايه بيصف؟ يعني بيزود معنى للفعل بتاعي. زي كلمه slowly، عايز اقول مثلا هو يقرا ببطء، طبيعته كده ما بيعرفش يقرأ بسرعة، أقول he reads slowly. هو يكتب بشكل سيء، يبقى he writes badly، بشكل سيء. نكمل تاني. طب إيه تاني اللي المفروض أعرفه بعد الاسم والفعل والصفة اللي بتزود معنى للاسم، والظرف اللي بيزود، أو الحال اللي بيزود معنى للفعل؟ عندي preposition، حرف الجر. وهنلاقي كلمة pre معناها قبل، وposition مكان، لأن حرف الجر بيجي فين؟ قبل الاسم. بقول ذهبت إلى المدرسة. I went to school. to school. في الحالة دي بيقول لي preposition حرف جر is a little word، هو كلمة صغيرة، كم من حرفين، ثلاثة، خمسة بالكثير. used يستخدم before a noun، قبل اسم، or pronoun أو ضمير اللي هو بيحل محل الاسم. عايز أقول ذهبت إلى أحمد، أو ذهبت إليه، والهاء هنا ضمير.
في الحالة دي عندنا حروف الجر زي كلمة in في on على by بواسطة at في أو عند، وطبعا المعاني ممكن تختلف على حسب السياق. بعد كده عندي كلمة في القواعد اسمها singular. singular مفرد. تمام. الكلمة بتاعتي أو الاسم بتاعي هيبقى مفرد مثلا. في الحالة دي بيقول المفرد معناها just one، مجرد واحد، زي كلمة book أو house منزل ومنزل، كتاب ومنزل. طب كلمة تانية اسمها plural. plural كلمة بمعنى جمع. جمع يعني في الإنجليزي معناها more than one، يعني الجمع هنا هيشمل المثنى والجمع. يبقى more than one أكتر من واحد. أول ما عديت من واحد ورحت على اتنين بقى عندي جمع على طول. لازم أحط الاس بتاعتي أهو. لازم أقول بوكس كتب. في الحالة دي أنا جمعت من أول مثنى. عايز أخليهم اتنين بس أقول two books. سهلة جدا. houses أو houses معناها منازل. طب كلمة تانية مهمة جدا، هفرق بين كلمة phrase وكلمة sentence. phrase معناها عبارة. عبارة يعني إيه؟ يعني a group of words، مجموعة كلمات. not a complete sentence، وليست جملة كاملة، يعني مش فكرة كاملة. زي مثلا لما بقول لك in a house، في منزل، واسكت، فهمتش حاجة. at home في المنزل. ايه يا عم في المنزل ده؟ ده طبعا شبه جملة في العربي. تمام، جر ومجرور. تمام. لما بقول لك an old man، رجل عجوز، فهمتش حاجة برضه، بقول الكلمة دي واسكت. لكن بقى لما اخد ده وادخله معايا في فكره كامله، تبقى الجمله بتاعتي اسمها sentence، مش عباره، تبقى sentence، جمله. في الحاله دي الجمله معناها a complete idea، فكره كامله in writing، في الكتابه. تمام. فكره كامله ممكن تبقى في التحدث عادي خالص. ممكن اقول الجمله دي واسكت. بيقول لي ممكن اقول مثلا the man went into the room and closed the door. the man went into the room and closed the door، واسكت. The man went into the room، واسكت. الجملة عادية خالص اهو، كاملة. ليه؟ بتتكون من فاعل او مبتدأ والفعل بتاعي وتكملة الجملة بتاعتي جر ومجرور. ممتاز جدا. يبقى انا في الحالة دي اجزاء الجملة بتاعتي اتحققت معايا، ان انا عندي مبتدأ او فاعل، والخبر جملة فعلية، عندي فاعل وعندي جر ومجرور، عندي مبتدأ او فاعل وفعل، جملة كده كاملة. نكمل. يبقى في الكتابة بقى بيقول لي لازم beginning with، in writing في الكتابة لازم beginning with a capital letter، لازم تبدأ بحرف كابيتال، حرف كبير. طبعا دي إشارة في الكتابة. and ending with، وبتنتهي ب a full stop أو a period، نقطة. طب full stop معناها إيه؟ توقف كامل. أنا توقفت ليه يا عم؟ عشان لما قلت الجملة دي وقفت. وقفت ليه المعنى كامل؟ وأنا قلت جملة ذات معنى كامل. مش محتاج أكمل بعدها كلام إلا لو عاوز أزود معنى تاني. طب أنا لو جمعت مجموعة جمل sentences، هكون حاجة اسمها paragraph أو paragraph، فقرة. إيه هي الفقرة؟ هي a short part of a text، جزء قصير من نص. one أي بتكون من إيه بقى من الآخر كده؟ one or more sentences، جملة، one sentence أو more sentences أو أكثر من جملة. طبعا بيقول لي طبعا لازم ايه beginning on a new line. لو انا هكتب مجموعه فقرات تحت بعضها لازم ابدا في سطر جديد او في خط جديد. هنا مثلا مثال، هنا دخل شويه في الخط عشان يديني اشاره إن ده باراجراف جديد. وطبعا دي اسمها indentation. تمام. يعني بسيب مسافه صغنطوطه كده. This book، هذا الكتاب has 60 units. هذا الكتاب به 60 أو 60 وحدة. Each unit كل وحدة has 2 pages، بها صفحتين. كلها على بعضها دي اسمها paragraph. بدأت بالإنديتيشن، مسافة بادئة، ونهيت بنقطة، وكملت هنا جملتين عملوا لي paragraph أو short paragraph. طب بعد كده في كلام اسمه دايالوج. دايالوج، وطبعا الكلمه ده متاخده ماخوذه من الفرنسيه، لو فرونسي في الحاله دي، او فرنش. في الحاله دي اليو اي او اليو جاي عشان تقول الجي نطق جي جا. دايالوج حوار. طب الحوار هو a conversation. a conversation محادثه. الحوار هو محادثه between two people، بين شخصين. طبعا two people or two persons. طب تعال نشوف كده. ان بتكلم بيل، طبعا لازم اخد بالي الى حد ما يبقى عندي ثقافه معرفه الاسماء المؤنث في الانجليزي من الاسماء المذكر.
عندي آن بتكلم بيل، يبقى آن اسم فتاة وبيل اسم ولد. بتقول له how's Joe، كيف حال جو؟ بص بس اختصار is how's Joe، اختصرتها قال لها اوكي هو كويس thanks شكرا. نوع آخر من أنواع الجمل عندي question، السؤال، وطبعا ده طبيعي في كل لغات الدنيا. إيه هو السؤال؟ هو a set of words، مجموعة كلمات that، هو طبعا ما قالش a group، قال a set لأنها مرتبة بشكل معين. that begin with، التي تبدأ ب a capital letter. أكيد طبعا السؤال أو أي جملة في الإنجليزي هتبدأ بحرف كابيتال، بس بإيه بقى؟ بتنتهي بإيه؟ and ends with، وتنتهي ب a question mark، علامة استفهام. أنا عاوز أفهم فبسأل بقول له are you English؟ هل أنت إنجليزي؟ يعني from England، من إنجلترا. do you like school؟ هل تحب المدرسة؟ علامة استفهام في الآخر، يبقى كده ده سؤال. آخر حاجة الجملة الخبرية، الخبر أو المعلومة، هي answer إجابة، هي reply to a question، هي رد على سؤال. نقول له مثلا yes I am، أيوة أنا أكون، no I don't، أو لا أنا مش بحب كده أو مش بعمل كذا. تمام؟ أكيد طبعا السؤال الإجابة بتاعتي yes I am، إجابة are you، والإجابة الثانية no I don't، إجابة do you. تمام، بنكمل يا شباب معانا نقطة كمان علشان ناخد بعد كده التمارين. The language of the exercises in this book، هناخد لغة التمارين في هذا الكتاب علشان نمشي فيه واحدة واحدة ونتعلم بكل سهولة. Here are some of the instructions، ها هنا بعض أو هنا بعض التعليمات instructions which we often use، التي غالبا نستخدمها for the exercises للتمارين. في أنواع أسئلة 5 هنقابلهم. ماتش، طبعا انواع الاسئله دي يا شباب هنقابلها في جميع انواع اللغات وجميع انواع المراحل التعليميه او اختبارات اللغه الانجليزيه. هنلاقي مثلا سؤال ماتش، صل، ماتش ذا ووردز، صل الكلمات، وطبعا بنترجمها بالعربي ماتش. وطبعا الناس اللي بتعمل ماتشنج يعني في التقاء في رؤية معينة في اللبس، في وجهات النظر كده، فالكلمات دي بتمشي مع بعضها. تمام، ماتش او مناسبة مع بعضها. match the words، صل الكلمات on the left على اليسار with the words on the right، بالكلمات على اليمين draw lines، ارسم خطوط. هنا مثلا اقول orange juice، مش هقولها orange ice cream، واقولها chocolate ice cream. ففي كلمات بتمشي مع بعضها. orange juice، I want orange juice please، اريد عصير برتقال من فضلك، او I want a chocolate ice cream please. تمام؟ طب ايه تاني؟ هنلاقي سؤال نوعه كده بيقول لي fill the gaps، املأ الفراغات in the sentence، في الجملة. Jack is not أو space أو dots home today. Jack is not home today، طبعا حرف الجر المناسب هيبقى at home. تمام؟ بعد كده سؤال نوع ثالث اسمه correct، صح correct the mistakes، صحح الأخطاء in the sentences، في الجمل. Jack is in home today، لا طبعا تبقى Jack is at home today. ان هو بتاخد حرف الجر at. نكمل عشان برضو مكان صغير. بنكمل complete السؤال الرابع او نوع السؤال الرابع complete the sentence for yourself، اكمل الجملة لنفسك او بنفسك. تمام، الجملة بتعبر عن فكرك. انت عايز تقول لي I go to work، I go to work اذهب الى العمل باي بواسطة، عايز تقول باي كار يا اهلا وسهلا، باي بايك بالدراجة ماشي، باي باص يا ممتاز. فطبعا هتكتب الحاجة اللي بتنطبق على حياتك بالظبط وبلاش هبد. نكمل. 5 add another example، أضف مثالا آخر. في الحالة دي أنا بتكلم على سلسلة من نفس النوع. عندي مثلا cat dog horse، يبقى في الحالة دي أكمل مثلا cow، they are all animals، كلها حيوانات. كده خدنا أنواع الأسئلة بتاعتي. بنرجع تاني نراجع. كان لازم أتعرف على أنواع الكلمات في اللغة الإنجليزية، تمام، او فئات الكلمات او تصنيفات الكلمات تصنف على انها اسم noun verb فعل، adjective صفه، adverb ظرف او حال، preposition حرف جر، singular اسم مفرد، plural اسم جمع، phrase عباره او شبه جمله، او sentence جمله، paragraph فقره، dialogue حوار، question سؤال، answer إجابة. وأنواع الأسئلة اللي هنشوفها في باقي الكتاب. معانا بقى التمارين، يلا نروح عليها كده. اقرأ التمارين واحدة واحدة، وبعد كده اعمل باوز، وقف الفيديو، وبعد كده حاول تحل
If you have any questions, any comments، لو عندك أي أسئلة أو أي تعليقات يا ريت يا شباب نكتب علشان نرد عليكم إن شاء الله. طبعا تمرين جميل جدا ولذيذ. نقرأ رأس السؤال، نحاول نترجمه ونحاول نحل. وطبعا فهم رأس السؤال جزء أساسي من الحل. بنكمل. وكده وصلنا لنهاية أول درس معانا في تعلم vocabulary for beginners، المفردات اللغوية الإنجليزية للمبتدئين. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.